طيب احنا دلوقتي كمان الكاميرات بتصور، لان انا هعمل الحلقه الرابعه وانا بديها لكم، لان انا صورت الثلاث حلقات الاولانيين. فالحلقه الرابعه انا قلت ان انا اديها لكم على طول دايركتلي، علشان خاطر تبداوا ان انتوا تبقى الموضوع قادرين ان انتوا تواكبوا الموضوع على طول دايركتلي، ونبدا ان احنا نطبقه ونشير الكلام دوت، ونشجع الناس انها تطبق وتبدا انها تشير معانا. فاحنا النهارده هنتكلم على اكبر عدو بيقابلك اول ما تصحى من النوم، اللي هو السنوز بوتن. دايما بقول عليه الزر القاتل. ليه؟ لانه بيقتل الانتاجيه، بيقتل الطاقه، بيقتل كل حاجه. ليه؟ لانك مجرد ما المنبه يرن تبدا انك انت تدوس سنوز بوتن، انت فقت وصحيت ومسكت الموبايل ودوست سنوز بوتن وحطيته ونمت تاني. الفوقان والنوم ده على طول انا بعمل تراكنج للبرفورمانس، فكنت دايما بيحصل عندي كده. فبلاقي ان حصل زي ايه بيك كده هوت، اللي هو انت بدات تعلى الاسترس يعلى عندك ويرجع تاني. فالاسترس لما بيعلى ويرجع انت كانك بتبدا سايكل نوم جديده من الاول خالص. فالخمس دقايق اللي انت بتنامهم دول انت بتفتكر انك انت انتصرت، بس كل 5 دقايق بتدوس سنوز وتصحى تاني، فانت بتعيد السايكل من الاول. فاوتوماتيكلي ده بيدمر الطاقه من قبل ما تبدا تصحى اصلا من النوم. فعشان كده مهم قوي انك انت تحارب الموضوع ده، انك تحارب انك انت تدوس على سنوز بوتن. ما تحاولش تفكر. انا عارف طبعا الناس بتبقى ايه، الساعة 4 ودقيقة 4 ودقيقتين 4 و3 دقايق 4 و5 دقايق 4، طبعا انتوا 9 4 ده عشان انا بصحى الساعة 4. فالفكرة كلها انك لما بتبدأ تظبط 20 منبه ده اوتوماتيكلي بيدمر كل حاجة في اليوم وكل حاجة انت بتشتغل عليها. فمهم قوي انك انت تركز على ده، لان دي هتفرق معاك في الانتاجية بشكل كبير جدا. عشان تعمل ده اول حاجة ما تحطش الموبايل جنبك، لو سمحت حط الموبايل بعيد عنك خالص. اول ما تصحى من النوم قوم من على السرير وروح اطفي المنبه. حد يقول لي يا باشمهندس ما انا كنت بعمل كده، بس بروح اطفي المنبه وارجع انام. هو ده بقى الحاجه الثانيه، انك تغير الدايركشن بتاع الحاجه بتاعتك. انت دلوقتي هتصحى وهتمشي تطفي المنبه، اعرف على طول ان الدايركشن بتاعك اللي هتبدا انك انت تنميه، لان هو الموضوع في الاخر اراده. هل انت عايز تصحى عندك عايز توصل لانتاجيه ولا لا؟ فلو كده يبقى انت على طول اطفي وعود نفسك، ابني عاده انك انت بتطفي منبه وتخش حمام، تطفي منبه وتغير الدايركشن بتاعك. فلما تعمل كده يبقى الموضوع يفرق معاك. ولو انت صاحي قبل الصيام فاصحى واشرب ميه، يعني حط جنب الموبايل ميه. ده بيبدا ان هو كمان يخلي حاجه تدخل جسمك، فيبدا ان هو يدي لك نشاط وما يخليكش ترجع مره تانية لانك انت تنام. فمهم قوي 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 انك انت تركز على النقط دي. النقطه بقى الاهم بالنسبه لي هو انك انت في الايام العاديه، طبعا في ايام رمضان احنا بنصحى وقت قبل السحور او وقت قبل الفجر، ده بنتسحر وناكل ونشرب وبتاع، ولو حد هيصلي الوتر قبل اذان الفجر وبعد كده نتوضى ونروح نصلي الفجر. لو انت ما بتعملش كده تتسحر قبل ما تنام الساعه 1 ولا 2 وبعد كده تخش تنام وتفوت صلاه الفجر وتفوت الكلام ده وتصحى بعد كده متاخر وانت صايم، ده لوحده برضو بيقتل الانتاجيه بتاعتك. لانك خلي بالك انك لما ما بتصحاش قبل الفجر على طول انت بتفقد البركه في النوم، لانك اصلا الانتنشنز زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، او زي ما الكتاب بيقول ان اهم حاجه الانتنشنز والنيه، انك انت عايز تقوم لصلاه الفجر. وده لوحده كانتنشن وكنيه بيضيف بركه على النوم بتاعك. وانك انت لما هتقوم وهتصلي ركعتين تهجد وتصلي الوتر، وبعدين لو انت هتاكل عشان هتتسحر وبعدين هتروح على المسجد، فده اتليست هياخد منك 45 دقيقه. فانت درب نفسك انك انت على طول تبقى بتصحى قبل صلاه الفجر ب 45 دقيقه. طب ازاي؟ انا اصلا بصحى على الفجر بالعافيه، وممكن اصحى على الاقامه واقعد ادوس سنوز بوتن. الفكره كلها انك تعمل ايه؟ تعمل تدريب لنفسك انك تصحى 5 دقايق بدري كل يوم. فانا دلوقتي صحيت النهارده 5 دقايق بدري عن اليوم اللي قبله، اليوم اللي قبله صحيت 10 دقايق بدري، اليوم اللي قبله 10 دقايق بدري، اليوم اللي قبله 10 دقايق بدري. فمن هنا ابدا ان انا اوصل لان انا وصلت ل 45 دقيقه انا صحيهم بدري، قادر ان انا اصلي التهجد، قادر ان انا اعمل لو هتسحر واصلي الوتر واتوضى كمان وابقى فايق، وكل العقد اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده اتفكت كلها بالتفاصيل بتاعتها. فبدات
يومي بنشاط وبرودكتيفيتي وقادر ان انا اتحرك في الوقت ده. فمهم قوي 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 الجزء ده، مهم انك انت تدرب نفسك. لو انت في رمضان بتصحى قبل الفجر فده هيبقى تدريب ليك لبعد رمضان انك انت تفضل تصحى قبل الفجر. ودايما دايما بركة امتي في بكورها، فالمرحلة بتاعت الصبح دي تبدا انها تدي لك بركة في اليوم كله وهتبقى برودكتيف في اليوم كله. فاي هوب ان ده جزء مهم قوي 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 قوي. خلينا بكره هنتكلم على جزء تاني اهم وهيفرق بشكل كبير جدا جدا في البرودكتيفيتي. فخلينا نتكلم بكره في التفاصيل بتاعه الجزء دوت وازاي ان احنا نوصل ان احنا نبقى مور برودكتيفز. خدتوا بالكم؟ مور برودكتيف مسلمز.